السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نتكلم طبعا في أي موضوع نصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده نتكلم على حاجة مهمة، وهي ازاي نلقح الأم. الناس هتقول لك يا عم احنا طول عمرنا بنلقح الأمهات والكلام من دي. يا جماعة لا، تلقيح الأم دي ليه برضه طريقة مختلفة شوية، وطريقة تخلي الأم يطيب معاك عدد كتير، وفي نفس الوقت الأم تكون عندها رغبة للذكر اللي هيلقحها، وفي نفس الوقت تكون الأم تفرز بويضات أكتر عشان تجيب الأعداد اللي احنا بنقول عليها كتير دي. طيب ازاي ألقح الأمهات؟ قبل ما نتكلم الأول، الأرنب دي لونه عاجبني، أنا بحب أطلع الألوان الغريبة دي. ماشي، بسم الله ما شاء الله، مش فاهم أنا لونه إيه الصراحة، هو ليه لون كده بس لون. والأرنب دي بس برضه في معلومة، أنا ما بطلعش أي لون وخلاص، عشان بس الناس ما يقولش يا عم أنت بتطلع الألوان الغريبة وبتاع، والناس تروح تطلع أرنب تعبان وما فيهوش أي صفة عشان اللون، مجرد ما اللون عجبهم. فاهمني؟ أنا لو الأرنب جاب لي لون ما طلعش في الأرانب خالص، ولقيته مهزوز وظهره ضعيف والأرنب مش عريض من ورا، ماشي، وظهره ده مش عريض، برميه. حتى لو الأرنب ده إيه كده لونه ما جاش عند حد قبل كده، ما يلزمنيش، مش باللون. انا اخترت لونه عشان هو جسمه حلو، هيكله حلو، ومن ام كويسه، عشان كده خدت ليه اللون. طلع عندي الوان غريبه جدا والوان جميله، بس الارنب ما عجبنيش، طلعته لحم. بس عشان نوصل بس المعلومه ده عشان الناس ما تقولش احنا بناخد الوان زي ما انت بتطلع ويكونوا ارنب تعبان. انا بقول لك يعني بص الارنب بسم الله ما شاء الله ظهره عامل ازاي، قرب كده عليها بالكاميرا. ده عمره شهرين ونص، شوف ظهره عامل ازاي وعرض ازاي من ورا. دي اقل منه، دي شهرين وخمس ايام حاجه زي كده، او شهرين واسبوع. دي شهرين ونص. نرجع تاني لموضوعنا اللي هو بتاع الام ازاي القحها عشان تجيب لي اعداد كتير زي ما احنا اتكلمنا، وازاي يكون عندها رغبه للذكر. اقول لك ازاي يا سيدي، طريقه برضو انا بكلمك كممارسه بقالي سنين، ماشي، وبطريقه علميه برضو. انا عندي الام مثلا خصبت والحمد لله رب العالمين، ماشي، ألقح الأم إزاي؟ في ناس بتقول لك لقح مرة واحدة حطها للذكر، ولقح مرة واحدة وخلاص، وأنت وحظك بقى، يجيب عدد كتير يجيب شوية تطلع إيه فاضية. في ناس بتقول لك إيه حطها وكمان 10 دقايق حطها كمان مرة. والله بص، مع احترام للناس كلها، كل واحد برضه يعني إيه مقتنع باللي هو بيقوله او كده مثلا ايه، والحاجات اللي برضه يعني الطريقه اللي هحطها مره واحده والطريقه اللي هحطها كل 10 دقايق برضه مش وحشه، فاهم ازاي؟ بس النسبه فيها بتبقى قليله شويه. طيب النسبه اللي احنا مثلا بنتكلم عليها تكون نسبه عاليه، انا ما بنتكلمش على حد، انا بتكلم على اللي انا بعمله عندي انا. ماشي، ما بقولكش الناس اللي شغاله بالطريقه دي ناجحه بيها، اهلا وسهلا بيهم، ناس على راسي من فوق. انا هقول لك انا بالطريقه اللي انا شغال بيها، ماشي، كطريقه برضو فيها شويه علم مع شويه ايه خبره بقالي فتره. ازاي اتعامل مع الام؟ اقول لك انا بجيب الام، ماشي، بحطها للذكر. الذكوره عندي بسم الله ما شاء الله بحط لهم الام بيجيبوها مرتين ورا بعض وثلاثه على طول دايره. هبقى اصور لكم فيديو للموضوع ده، ازاي اخلي الذكر يوصل للمرحله دي اللي هو يجيب الام 3 مرات ورا بعض، احط الام يطلع عليها وينزل واقع ويطلع تاني ويوقع، نفس القصه 3 مرات ورا بعض. هصور لكم الذكر ديت واصور لكم الذكوره اللي عندي بتلقح ازاي وازاي وصلت للمرحله دي. طب انا حطيت لي الام دي ما بخليش الذكر يجيبها 3 مرات، انا عشان ما بهدلش الذكر وما بهدلش الام. بحط الام الذكر بيجيبها مرتين، بشيل الام، ماشي، باجي شايل الام بعد الذكر ما يجيبها، لو ماشي، واجيبها مرتين ورا بعض، اشيل الام كده بالطريقه دي كده، عشان الحيوانات المنويه ما ترجعش تاني للايه وتنزل تاني من فتحه التناسليه بتاعت الام. فاعمل كده عشان الحيوانات المنويه تنزل ايه جاري على الرحم. بشقلبه كده، بتني كده مثلا سكه حوالي دقيقه لغايه لما اوصل للعين بتاعتها، واحطها بالراحه من غير ما اهبطها، ما تهبطش الام لان الام لسه ملقحه. فانا جانبها اهو لمده دقيقه، وبعد كده باجي عادلها كده بالراحه، حاططها في العين ايه بالراحه، هي برضه روح، وعشان ايه خاطر التلقيحه دي ما تروحش مني. حطيت الام، طيب القح الام تاني على كده، ولا اعمل معاها ايه، ولا ما القحهاش؟ اقول لك الام هتلقح تاني، بس امتى بقى؟ مش بعد ايه 5 دقايق ولا بعد 10 دقايق ولا الكلام ده. هتقول لي ما امتى يا عم؟ اقول لك مثلا انت لقحت الام دي وخدتها كده مع الذكر زي ما انا قلت لك، شقلبتها وحطيتها في العين، هسيب الام اعمل ايه؟
امسك المزرعه بتاعتي، انضف، ماشي، اشوف امهات عايزه ترضع ارضعها، ماشي، عايز في رش مثلا ارش قبل الحر الصبح برش، بمشي كده في مزرعتي ادور واعمل لغايه لما اخلص الشغل بتاعي خالص. طب الشغل بتاعي ده هياخد قد ايه؟ هياخد سكه نص ساعه، سكه ساعه الا ربع، ماشي، واجي واخد الام وراح حاططها تاني للذكر جايبها ايه مرتين. هتقول لي يا عم طب احنا استفدنا بايه من الحته دي؟ اقول لك استفدنا ايه. اول حاجه لما بسيب الام، لما باخد الام اللي عند الذكر من اول تلقيحتين واحطها واسيبها للساعه الا ربع ولا نص ساعه دي، الام بتفرز بويضات جديده. البويضات الجديده ديت بتيجي بعدد كبير. ليه؟ لان انا لقحتها وحطيتها وما حطيتهاش الذكر، سبتها فتره لغايه لما ايه، لان الذكر بيسخن الام ويحميها بيخليها تفرز بويضات جديده. طبعا انت طبعا 10 دقايق ما بتلحقش اللي هي تفرز ايه البويضات الجديده دي، لان دخلها حيوانات منويه جوه. الحيوانات المنويه ديت ايه بتنشط الام، تخلي الام تفرز البويضات بتاعتها. طب البويضات بتاعتها بتفرز امتى؟ بتفرز بعد نص ساعه، بعد ساعه الا ربع، بعد ساعه. انت معاك من نص ساعه حلو، يعني من نص ساعه تكون الام فرزت بويضات زياده عندها. ولما تروح تحطها للذكر تاني مره، اول حاجه يبقى عندها رغبه في التلقيح، تاني حاجه لما تلقح في بيضات ياما جاهزه اللي هي تستقبل الحيوانات المنويه. بتقوم ايه؟ الام تستقبل الحيوانات المنويه، تجيب لك اعداد كتير وبتاخد لك. والبيضات لما تكون متنشطه بتكون بيضات قويه، فبتستقبل الجنين القوي وبتاخده. هنا مرحله، هنا بقى حته التلقيح بتبقى ناجحه 90%، ماشي، و95%، وممكن تكون 100% ناجحه. ناجحه من ايه؟ من اعداد، من اعداد، ماشي، من الام تكون ان شاء الله تطلع عشار معاك، الكلام ده كله. انا بس حبيت اوصل لكم المعلومه ديت. انا القصه دي بقول انا بعمل كده عندي، انا بعمل كده عندي بعد دراسه وبعد خبره والكلام ده، لقيت ان دي انجح طريقه اتلقح بيها للامهات. للامهات ان انت تعمل زي ما انا قلت لك، تغسل وتلقح الام وتقعد تغسل في مزرعتك وتروق وتشوف اللي عايز يتجسد جسه، واللي عايز ياخد مثلا حقنه بعد الولاده تديله، وتحط ميتك للارانب وتظبط حاجه، بيكون عدى نص ساعه، ساعه الا ربع، تروح تحطها تاني. ديت يعني هي افضل وقت للام اللي انت تسيبه بعد الايه التلقيحه الاولى، تكون فرزت البيضات بتاعتها الجديده، تستقبل معاك عدد من الاجنه كتير. انا حبيت بس اوصل لكم المعلومه دي لاني انا شغال بيها. انا ما بقولش واحد بيعمل واحد اتنين، بقول لك انا اللي شغال بالطريقه دي. ويا رب اكون فدتكم بالمعلومه ديت، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.